يقين المؤمن أن الله على كل شيء قدير. لو كان وحيداً وأعداؤه كثر إن الله على كل شيء قدير. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله جل جلاله قدير والإنسان ضعيف. شأن الإنسان أن يكون مفتقراً إلى الله، وشأن الله أن يقوي هذا الإنسان الذي افتقر إليه، وهذا من خصائص الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل في أصل خلق الإنسان ضعفاً لصالحه، لأن الإنسان لو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. شأن الإنسان أن يكون ضعيفاً لكنه يقوى بالله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعاً، والهلوع شديد الجزع، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين. لكن الإنسان إذا افتقر إلى الله يقوى، إذا افتقر إلى الله يصبح عالماً، إذا افتقر إلى الله يصبح غنياً. يا أيها الإخوة الكرام، العبد عبد والرب رب. ما من إنسان افتقر إلى الله عز وجل كرسول الله، ومع ذلك رفع الله شأنه وأعلى قدره، وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكلما افتقرت إلى الله تولاك الله، وكلما اعتددت بنفسك تخلى عنك. ودرس بليغ درس بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في بدر الصحابة الكرام افتقروا إلى الله فانتصروا. أما في حنين وقد أعجبتهم كثرتهم قالوا لن نغلب من قلة، نحن كثيرون. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.